عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، اليوم تفاجأت عندما فتحت التيك توك بعدة شيرات من أشخاص، وأعتقدهم أنه هو شخص واحد، هو هاشم هنداوي، هو الذي أرسل. يعتقد أنه يبغى يوريني أنه أرسلوا لي الفيديو هذا محبي. مسوي فيديو على اليوتيوب يعني يستهزئ بي ويقول المدعو فلان ميقاهد، كعادة إخواننا المصريين الذين يحرفون الذال إلى زين والصاد والضاد إلى ضاد والثاء الحديث يعني هكذا. ويقول عني أنه صارت بيني وبينه مشكلة في فهم شيء في الدين ولم نتفق، يعني جعل من نفسه ندا لي في المعلومة. وثم قال إنه أنا سجلت عليه فيديو وكذا وكذا وكذا. أنا أردت الآن وتحداني إذا كنت راجل افتح فيديو. الآن أنا راجل وموجود هنا ومستنيك يا هاشم الداوي، صار لي 3 ساعات. فعندما لم تأتي فتحت وسجلت هذا التسجيل. إخواني، قبل 7 شهور كنت أتغدى، ومن عادتي وقت الغداء أقلب على التيك توك أشوف مين بيتكلم من كذا. وجدت رجل يتكلم بالزين والضاد والساء والكذا بالتلغوز. قلت أحط أتفرج عليه إيش بيقول. وكان هذا الرجل هاشم هنداوي، أنا ما أعرفه الحقيقة، وقعدت أستمع له. جاء عنده شخص قال له يا فلان هنداوي. هذا الرجل يتحدث عن نفسه، طلب جيست وطلع وأنا قاعد أستمع. قال له أنا أعيش في ألمانيا وأعمل في شركة، وهذه الشركة ما تعطيني إلا بريك الظهر، وقت صلاة الظهر، يعني بريك هو واحد، يا إما يروح يتغدى يا إما يروح يصلي الظهر. فأصلي الظهر والعصر يروح علي، ويأتي المغرب وأنا ما صليت العصر. إيش تنصحني يا فلان؟ وسماه شيخ هنداوي، طبعا بعدين تعرفوا أنه ليس شيخ. قال له زي الكلام ده، الصلاة والصلاة، نعم أنا معه في الصلاة والصلاة. ثم ماذا قال له؟ قال له لا، فورا تترك العمل. لماذا؟ لأنه الشيخ هنداوي عنده مجموعة شركات في ألمانيا، بس يتعطل هذا الرجل من عمل ويطلع راح يوظفه الشيخ هنداوي، وتترك العمل فورا وتروح تبحث عن عمل ثاني. أنا سمعت الكلام ده انجنيت، طلبت قسط. قلت له يا فلان اتق الله، ما هكذا يا أخي، أنت لست أهلا للفتوى أو تعطي هذا الرجل. إذا ما عندك علمية لا تفتي بهذا الكلام. فقلت له النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهرين والعشاءين من غير مطر ولا سفر ولا مرض، وفي المسجد النبوي وبحضور جميع الصحابة، وهذه رخصة لمن لا رخصة له. وسردت له قلت له يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال لي ايه الكلام ده؟ انت بتجيب الكلام من كيسك كده. يكلمني بالطريقة المصرية، من كيسك. الرسول ما عملش ده إلا مرة واحدة في بيته. قلت له بيت مين يا ابو بيت؟ الرسول سواها في المسجد. قام نزلني انت شيعي، انت شيعي باين عليك شيعي، ونزلني. مين اللي صار يضحك علي؟ صار يضحك هو والألماني اللي حبيت انقذه انه ما ينطرد من عمله. فعرفت انه هذا هنداوي رجل تافه ميح، حافظ شبهتين عند الشيعة ومسوي نفسه الشيخ زي التيس العارضي. وراحت الأيام وتركته، عرفت أنه هذا رجل تافه عداب على الرادود، لكن هو على ثغرة من ثغرات الإسلام. قلت الله يقويه، بس أنهم النقطات هذه أنا أنبه منها من هنا أفهم الشباب أنه ليس كل شخص على التيك توك حافظ شبهتين هنا وهنا أصبح شيخ. هلو يسموهم إيش؟ ديليفري التيك توك. مرت الأيام، جاءت من يومين أو من أسبوع أقلب الفيديو، وجدت سميرة وأبو ميش وقصير القامة فاتحين لايف ويهدد هاشم هنداوي إذا لم تأتي وتعتذر. أنا ما كنت عارف إيش هو الموضوع، بعدين فهمت أنه تكلم، جاب روايات من كتب الشيعة تتكلم في فاطمة الزهراء وعلي، وأعلم أن نية هاشم الهنداوي أنه يكايدهم، والروايات في كتبهم، أنا لا أشك في هذا أبدا. لكن قالوا له إن لم تأتي وتعتذر تأتي إلى لايف قصير القامة وتعتذر وأنت صاغر، هذه الكلمة اللي رنت في إذني، سوف أفعل وأفعل وأفعل. قلت الله يقويك يا هنداوي، ما دام إنه الآن أنت غايظهم، ما دام كذا يصير أنت أوجعتهم. وقعدت أقلب بالفيديوهات، وشوية أتفاجأ أن هذا الصاغر ذهب واعتذر بنفس اللايف ويبرر موقفه عند قصير القامة. قلت أخزاك الله يا هنداوي، ولكي أربيه وربي غيره الذين لا يعرفون عقيدة الولاء والبراء. هذا التافه الذي لا يعرف عقيدة الولاء والبراء
ويذهب ويعتذر من كافر، إذن هو لا يفهم شيء في العقيدة ولا في الدين. كل الذي فعلته نزلت التسجيل الأول الذي هددوه فيه وقالوا تأتي وأنت صاغر، ثم نزلت التسجيل الذي جاء هو وهو صاغر يبرر موقفه، ووضعته وكتبت عليه تعليق أخزاك الله يا هنداوي. ثم يا إخواني أتفاجأ اليوم بعدة رسائل، جاءتني عدة رسائل تقول أن المهرج هنيدي نزل فيك فيديو يتكلم عنك وأنك أنت اختلفت فيه وجعل نفسه ندا لك، وأنه يتحداك لو كنت راجل تفتح فيديو تباهلني، هكذا يقول لي. فأنا الآن فتحت اللايف هذا من شوفوا، قال يباهلني، اسمعوا الآن راح أرد عليه هذا التافه اللي ما يفهم شيء في العقيدة، ويفتح لايف لو كان راجل وأجي. يا إخواني يا إخواني، هذا دليل أبغى أوريكم. يوم قال تباهلني عرفت أنه هذا الرجل ميح في العقيدة وفي التوحيد في كل شيء. المباهلة يا إخواني تكون في الأمور العقدية فقط، أما الأمور الدنيوية لا يوجد فيها مباهلة، والآن سأوضح لكم. عندما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه في العقيدة يا أخي من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذن المباهلة يا إخواني، وهذا الرسالة وجهها للمهرج هنيدي، لا تكون إلا في الأمور العقدية. أما الأمور الدنيوية يا ولدي اسمع وتفقه في الدين. الأمور الدنيوية جعل لها الإسلام نظاما وقاعدة. ما هي القاعدة؟ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فهمت يا ولدي؟ في الأمور الدنيوية عندنا قاعدة، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وأنا عندما فتحت هذا اللايف جاءني 2 شهود، 2 بينة، وشهدوا أنك جئت صاغرا إلى بث قصير القامة واعتذرت بطريقة إيش هي التوضيح، يعني بطريقة غير مباشرة. إذن أنا عندي بينة وعليك اليمين. وأنا الآن أحذر، وحذرت كثيرا من الحكاويات، يعني أصحاب الحكاوي والقصص أمثالك حفظوا كم شبهة وردوا عليها وأصبحوا إيش؟ شيوخ التوك توك كما نسميهم. هذا يا إخواني أحذركم من هاشم هنيدي، المهرج هاشم هنيدي، لا دين ولا فقه، لكنه حافظ كم شبهة، كل قصته ده الحديث ضعيف، ده الحديث حسن، ده الحديث ما أدري إيه. هذا كل اللي يعرفه في الدين، وحافظ لي روايتين من عند الشيعة وصار شيخ. وجزاكم الله خير على الاستماع وبارك الله فيكم. ها أنا فتحت لايف وكنت أرجل منك يا مهرج يا هنيدي، ولم تأتي أنت، أخزاك الله أخزاك الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.